اتعودنا في الكورة وشفناها كتير بصراحة ان في مدربين كده ساعات بيتجننوا ويتفزلكوا ويعملوا خطط او تبديلات محدش في العالم الكورة كله بيبقى فاهمها الا هم. لكن في الاسبوع ده من الدوري الانجليزي حصل اللي بصراحة عمري ما شفته قبل كده، واربع مدربين استغبوا واتفزلكوا وقدام بعض في ماتش ارسنال ومانشستر سيتي. ارتيتا وجراديولا الاتنين من كتر ما كانوا خايفين من الخسارة ضيعوا فوز سهل من ايديهم وتعادلوا. اما بقى في المهزله الكبرى في ماتش مانشستر يونايتد وتشيلسي، انزو ماريسكا بعد طرد الجول كيبر بتاعه اتجنن واتهبل وعمل تبديلات ملهاش اي تفسير، ضيعت منه ماتش وفوز سهل قدام اضعف فرقه في تاريخ مانشستر يونايتد. بقالي شويه كده بقرا وبسمع كلام كتير عن ان ارتيتا بينزل بتفكير دفاعي في الماتشات الكبيره. انا بصراحه عموما كنت ضد التفكير ده. انا عارف ان الكلام ده بدأ غالبا الموسم اللي فات، لو تفتكروا زي دلوقتي تقريبا بالظبط، في ماتش مانشستر سيتي ضد ارسنال في الاتحاد، لما كان ارسنال كسبان 2-1 وبعدين في اخر الشوط الاول تراشرد اتطرد الطرد المهزله ده اللي ما شفناهوش بعديها، وقام ارتيتا بين الشوطين شايل ساكا ومنزل مدافع وقضى الشوط التاني كله في منطقه جزائه، وكان هينجح في الفوز لغايه ما ستونز تعادل في الدقيقه 97. ولكن في الماتش ده لو تفتكروا ارسنال كان كويس جدا في الشوط الاول وكان بيهاجم وكان متقدم في النتيجه، بعد ما بقى 10 لعيبه كان لازم يدافع، عشان لو تفتكروا وقتها سيتي ما كانش سيتي اللي شفناه في بقيه الموسم، كان لسه سيتي القطر اللي لسه كسبان دوري ودوري الابطال، فكان شبه مستحيل انه يكسبهم او يهاجمهم وهو ب10 لعيبه وعلى ارضهم. وحتى في باقي ماتشاته الكبيره ارتيتا عمل ماتشات هجوميه تقيله جدا وكسب باريس سان جيرمان 2-0 دور المجموعات في دوري الابطال، ومانشستر سيتي نفسهم كسبهم في ماتش العوده 5-1، وريال مدريد في دوري الابطال خدهم رايح راجع 3-0 و2-1. فالكلام ان هو مدير فني دفاعي ما كانش مقنع قوي بالنسبه لي. مدير فني متحفظ بس دفاعي لا. لكن المره دي بقى قدام مانشستر سيتي لازم اقول ان ارتيتا فعلا اتفزلك وكان خايف زياده عن اللزوم، والتشكيل اللي نسبيا دفاعي متحفظ ده اللي بدأ بيه الماتش، غير انه ما كانش مساعد الفرقه في اسلوب اللعب، وصل الاحساس للعيبه اللي كانت موجوده انهم اقل من لعيبه مانشستر سيتي. فلو تفتكروا بدايه الماتش، ارسنال اللي اتعودنا عليه بتمريرات صحيحه وهدوء، كان في دربكه وتمريرات غلط وشويه تشتيت وقلش، خلى مانشستر سيتي يعرف انه يضغط عليهم ويكسب الحرب النفسيه في بدايه الماتش. وفعلا في وسط دربكه دفاعيه كده كل فرقه ارسنال كانت موجوده في نص ملعب مانشستر سيتي، الكوره بتتقطع، هجمه مرتده سريعه، وطبعا هالاند بيسجل الجون الاول. ولكن بعد اللي شفناه في الشوط الثاني انا شبه متاكد ان ارسنال لو كان لعب بتشكيل زي ده من بدايه الماتش كان اكيد هيكسب. واللي اكتر من ده كمان ان حتى بالتشكيل الغلط اللي ارتيتا بدأ بيه، ارسنال اللي عمله في الشوط الثاني كان المفروض برضه يكسب، ولكن بسبب قله مخطط ارتيتا ما عرفش غير انه يتعادل. وهتكلم دلوقتي عن الحاجتين دول، فهبدا بخوف ارتيتا من جراديولا في الماتش ده، ولازم اقول له ان فعلا ما ينفعش خلاص تبقى بتخاف من جراديولا، بالذات بعد ما بقيت اول مدير فني في التاريخ ما يخسرش من جراديولا في 5 ماتشات ورا بعض، وفي وسطهم اصلا كسبته 5-1. ده المفروض جراديولا هو اللي يكون خايف منك، وهو ده اللي حصل فعلا في الشوط الثاني، وجراديولا ورينا قد ايه هو خايف من فرقه ارسنال دي او من ميكال ارتيتا. في الشوط الثاني جراديولا قرر ان هو يلعب، ولا حتى ما اقدرش حتى اقول انها مورينيو، قرر انه يلعب كانه ستوك سيتي بتاع توني بيولس، وما كانش بيحاول يهاجم خالص، ساب الكوره لارسنال ووقف ب10 مدافعين قدام منطقه جزائه. ده حتى قام عامل تبديلات ومنزل كل المدافعين اللي حيلته، وقام شايل اخطر لعيب يمكن في العالم هالاند قبل ما الماتش يخلص بتلت ساعه. وبصراحه التفكير الدفاعي بتاعه ده ما بدأش في الشوط الثاني، ده بدأ من بعد ما جابوا جونهم في الشوط الاول. الحاجه اللي وصلت ان نسبه استحواذ مانشستر سيتي بعد ما الماتش خلص كان 32% بس، ودي اقل نسبة استحواذ لاي فريق جراديولا عمره دربه 601 ماتش. مانشستر سيتي في الماتش ده شتته 60 كورة، وده اكتر عدد تشتيت لمانشستر سيتي في تاريخه مع بيب جراديولا. وفوق كل ده بقى لعيبة سيتي لمسوا الكورة في منطقة جزاء ارسنال 8 مرات بس في الماتش قدام 35 مرة للعيبة ارسنال في منطقة جزائهم. 8 لمسات دول للعيبة مانشستر سيتي اقل عدد في تاريخ جراديولا مع مانشستر سيتي. ولكن بالرغم بقى من كل ده ارسنال برضه ما عرفش يكسب الماتش، وهنا هيجي لوم التاني
على ميكال ارتيتا ان هو بجد قليل المخاطره. يعني ايه الكلام ده؟ كتير جدا، ومش بس في الماتش ده، فعموما في ماتشات ارسنال بتشوف لاعب من المهاجمين بيجري وبيحاول يعدي من ورا المدافعين عشان يتلعب له كرة عالية او تمريرة بينية وما بتتلعبش، لحسن ممكن تتقطع ويكون فيها خطورة بهجمة مرتدة. والمرة الوحيدة اللي اتعملت ادزي رفعها لمارتينيلي وارسنال جاب جون التعادل. وفوق ده كمان قليل جدا ما بنشوف لعيبة ارسنال بيلعبوا لمسات سريعة 1-2 هات وخد عشان يكسروا الدفاع المتكتل، لحسن برضو يبقى في خطر ان الكرة تتقطع وتتلعب هجمة مرتدة. وقلة المخاطرة دي هي اللي بتخلي ارسنال شكله في اللعب ساعات بيكون ممل، ويبتدي يعمل بقى حدوة الحصان اللي هي ايه حوالين منطقة الجزاء دي من غير اي خطورة ولا اختراق. وعشان كده بيبقى في الغلطة التانية ان لحد دلوقتي ارتيتا مش عارف يستخدم فيكتور جوكريس في الماتش ده ما شاطش ولا شوط على الجون، ولكن بصراحة انا ما اقدرش الوم عليه. مهاجم زي جوكريش اللي هو زيه زي هالاند مش هيشوط الا لما توصل له الكوره جوه منطقه جزاء او على حدودها، لكن لو الكوره مش هتوصل له طب ما هو اكيد مش هيشوط. وبجد واضح جدا ان ارتيتا ولاعيبه ارسنال نسيوا ازاي يلعبوا مع مهاجم صريح، لان لو كملوا على كده خلاص بقى ما يلعبوش، لانه لاعب واقف في الملعب واخد مكانه وما بيعملش حاجه. ولكن في اخر الكلام ده لازم اكون محايد واقول ان انا عارف ان قله المخاطره دي بتاعه طريقه لعب ارسنال مع ارتيتا هي مقلله قوه هجومه، ولكن هي برضه في نفس الوقت اكيد من الاسباب الكبيره جدا ما كانتش من الاسباب الاساسيه اللي بتقوي دفاعه. في ماتش بقى مانشستر يونايتد وتشيلسي حصل شويه حاجات كده انا عمري ما شفتها في حياتي. انزو ماراسكا بعد ما الحارس بتاعه اتطرد بعد 5 دقايق، اتعودنا العادي ان احنا بنشوف المدير الفني بيعمل تبديل، بيشيل لاعب يمكن مهاجم وينزل حارس المرمى. ماراسكا قام عامل تبديلين، شايل الاتنين وينجات بتوعه ومنزل حارس مرمى ومدافع، فدول لوحدهم اصلا تبديلات غريبه جدا وبدري قوي. اللي خلاهم بقى كمان تبديلات اغبى ان بعديها ب5 دقايق كول بارمر اتصاب فاضطر يعمل التبديل الثالث عشان يبقى الاول مره، تخيلوا بقى اول مره في تاريخ الدوري كله مدير فني يعمل 3 تغييرات بعد اقل من 15 دقيقه. بالرغم من كده والتبديلات الدفاعيه اللي عملها، تشيلسي كان شكله فرقه ناويه تشيل 5 أو 6 من اضعف فرقه لمانشستر يونايتد في تاريخها. وفعلا بعد ما مانشستر يونايتد سجلوا جونين كان شكلها رايحه لفضيحه، لغايه بقى ما الحاج كاسيميرو قرر ان هو تعب بقى وعايز يقيل شويه وقام مطرود من غير اي لازمه قبل ما الشوط الاول يخلص. المهم جه بين الشوطين فكلنا اي حد بيتفرج على كوره اكيد فكر ان خلاص بقوا الفرقتين 10 قدام 10، ماراسكا يستغل فتره التبديلات اللي بين الشوطين وينزل لاعب مهاجم ويحاول يرجع تاني في الماتش. لا، ما عملش كده وفضل ثابت على التشكيل الدفاعي الغريب جدا اللي هو بقى فيه. ولكن امورين بقى على الناحيه التانية عشان هو راخر شكله ما عندوش فكره، قرر انه يجيب ورا وقام شايل المهاجم اللي عنده سيسكو وقام منزل مدافع عشان ننزل الشوط التاني ونلاقي ان مانشستر يونايتد متكتلين دفاعيا، تشيلسي ماسك كوره بس ما عندوش لعيبه هجوميه تعمل بيها حاجه. وفضلنا كده لغايه ما في الاخر قال لك طب يلا، قام شايل بقى شويه مدافعين وقام منزل لاعب هجومي وفعلا عرف يجيب جون، وكان ممكن لو الماتش طول شويه يجيب الجون التاني، ولكن بسبب تغييراته الغبيه ما عرفش. وأموريم بالرغم من تغييراته الغبيه حافظ على فوز مهم جدا لمانشستر يونايتد. في الاخر بقى هقول طب يا ترى هل هنشوف الاسبوع الجاي شويه فزلكه وتبديلات غبيه من المدربين؟ بصراحه يا ريت، لانها بتكون مسليه، وكمان عندنا ماتش في قمه الدوري بين الفرقتين الوحيدين اللي باقيين في الدوري كله اللي لسه ما خسروش ولا ماتش، ليفربول وكريستال بالاس. واشوفكم الحلقه الجايه.